دعا المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة التي من شأنها وضع حد لما وصفته بالتلاعب والاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي. جاء ذلك في بيان للفيدرالية أصدرته عقب اجتماعها أمس الأحد، أشارت فيه إلى أن الأسدس الأول من السنة الدراسية قد أوشك على نهايته دون تعويض، وأن الوضع أصبحت تتحكم فيه تيارات سياسية مختلفة لا تحظى بالصفة القانونية، مما يجعل مصير أبناء الشعب المغربي في موقف غير مستقر وفق تعبير المصدر. وعبرت الهيئة عن استنكارها الشديد لما وصفتها بحالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء هذا الوضع الشاذ وغير المقبول أخلاقيا وإنسانيا وتربويا، مشيدة في نفس الوقت بالمدرسات والمدرسين الذين لم يحرموا التلاميذ من حقوقهم المشروعة. ودعا البيان كل الأمهات والآباء إلى مرافقة أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية للتعبير عن رفض المدارس المغلقة، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين 18 دجنبر 2023. وحملت الهيئة ذاتها المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأطر الإدارية التربوية حول منعهم من الدخول أو إخراجهم إلى الشارع، معتبرة مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار، وأن حق التلميذ من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة، وفي مقدمتها التعليم الجيد والحماية مع ضمان تكافؤ الفرص بين كل المتمدرسين والمتمدرسات. ونددت الفيدرالية بكل الممارسات التي تسعى إلى تعطيل الدراسة بكل أشكالها، مجددة دعوتها إلى تغليب المصلحة العليا للوطن ولأبناء الفئات الهشة والمقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية. ودعت الحكومة إلى عقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم ولمناقشة مطالب الأمهات والآباء، وعلى رأسها توفير تعليم جيد واحترام الزمن المدرسي وتوفير مدرسين ومدرسات ذوي كفاءات عالية وتكوين عال. وأشارت الفيدرالية إلى ضرورة تنظيم مناظرة وطنية بإشراك كل الفاعلين التربويين والحقوقيين في أقرب الآجال لوضع قطار التعليم في المغرب على سكته الصحيحة.